السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الثالثة من برنامجنا رمضان في بيوتنا. حلقة النهاردة هتكون بعنوان التعامل مع العصبية والتوتر أثناء الصيام. الجوع والتعب ممكن يخلوا الصيام صعب، بس رمضان مش بس الامتناع عن الطعام والشراب، رمضان برضو معمول لتهذيب النفس. فازاي نسيطر على العصبية والتوتر واحنا صايمين؟ ازاي نعمل كده؟ أول حاجة لازم تفتكر الهدف الحقيقي للصيام. الصيام مش بس الامتناع عن الأكل، لكن التحكم في النفس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تاني حاجة لازم تقلل من المنبهات والسهر. قلة النوم وكثرة الكافيين قبل رمضان ممكن تخليك أكتر توتر. حاول تظبط نومك وتقلل من القهوة قبل دخول الشهر، ولو لسه ما عملتش كده حاول تقللهم دلوقتي. تالت حاجة، لما تلاقي نفسك غضبان أو متوتر، جرب إن أنت تعمل تمرين بسيط، تتنفس تنفس عميق، تاخد شهيق بطيء جدا من نفسك وعميق لمدة 3 مرات، وتقول بصوت واطي أو هادي أو في سرك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بعض الأحيان التمرين ده بيكون كفاية جدا عشان تقدر تعيد التوازن لنفسك تاني. في النهاية الموضوع لازم نفضل فاكرين إن رمضان مش بس الامتناع عن الطعام والشراب، هو برضه معمول لتهذيب أرواحنا والتحكم في ردود أفعالنا. أتمنى أكون فدتكم. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.